السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بتكونوا بخير. طبعا مثل ما عودتكم سابقا انه انزل لكم فويسات بخصوص فتره المراجعه، لكن شوف الضروره لهذا الشيء انزل لكم فد مقطع صغير مثل ما نقول انه الفتره الاخيره اللي تنتشر بيها مرشحات وشغله انه الاسئله وتسريب الاسئله ومن هذا الشيء. زين انا اليوم لو سالتك انه انت سنه كامله او فوق السنه انت تقرا تتعب على نفسك، هل من المعقول انه ترهن مستقبلك بشخص مجهول ما تعرفه شنو؟ اكيد انت حيكون جوابك لا. طيب شنو اللي يخليك انه تروح؟ لان اغلب الطلاب تتشتت تسمع هيك موضوع انه فد شيء بنجاح وكذا، مجرد هذا الشيء الطالب شنو رسم مخيلته انه هذا الشيء راح راح يحقق درجات وكذا. واقع شنو؟ بواقع انه سمع كل الاغلبيه من الطلاب انه مشوا على هذا الشيء وكذا وكذا وكذا، فممكن انه تنصاغ الى قصص وهميه في سبيل انه شنو حتى اروج لهذا الشيء، اقوده انا للفشل اللي علي انا شنو؟ أنا سنة كاملة تعبان بيها، زين تحملت حرها وبردها وظروفها، ما معقولة إنه فترة يعني ما يقارب إنه فترة مراجعتكم هسه شهرا تقريبا، ما معقولة هاي 60 يوم يجي شخص ما أعرفه منه هو أرهن مستقبلي بإيده. طب تعبك وين اللي راح؟ إنه ما زالك إنه أنت بديت بداية صحيحة، قاوم لحد ما توصل الشيء اللي انت تريده. ومثل ما نقول احنا اليوم الشخص اللي يتعب وبعدين يحصل معدل مهما كان هذا المعدل حيحس بثمرة هذا الشيء. ليش؟ لان كان ناتج من شنو؟ من تعبه. ما ارهن اني مستقبلي بيت شخص مجهول وكذا وبالتالي ما راح اوصل للشيء اللي اريده. هاي يعني اهم نقطة اللي احب انوه عليها، انه سالفة شغلة اللي شيء اسمه تسريب اسئلة او بيع اسئلة، صدقون هذا الشيء ما موجود نهائيا. تمام؟ وراح ازيدكم فد شغلة، لو وزير التربية بنفسه يطلع يقول لك اكو من هذا الشيء لا تصدق. هاي اهم نقطة. النقطة الثانية اللي هي المرشحات مال فلان استاذ جابت هالقد درجه، يعني هواي راح تسمعون وترويج لهالموضوع. هذا الشيء هم يكون دمار ثاني لكم، زين؟ لان هو فد مصدر معين وانت معتمد على مصدر، في حال انه اعتمدت على هذا المصدر حتسبب هواي مشاكل عندك، وبالتالي ما راح انه لا تربح بهاي ولا تربح بهاي. ثالث شيء عندنا اللي هي المراجعات المركزه. المراجعات المركزه انا اشوف افضل مراجعه مركزه انه ممكن انت تسويها انه الاسئله الوزاريه، اسئله فصول او تمارين بعض المواد، زين؟ فهاي اهم لان 3 نقاط ممكن انه انتم تتعاونون منها بفتره المراجعه، وما يعرف الطالب شنو يعني على شنو يروح، شنو اللي يسوي. ليش؟ لانه هو بهاي الفتره حيشتت. ليش؟ لان بعض القنوات تشتغل شنو على اساس ترويج هالمواضيع يعني وكذا، فيشوف الاهميه مال اغلب القنوات على هاي المواضيع، بالتالي الطالب شنو حيكون تشتته وتفكيره كله او تركيزه على هاي الامور. طب الامور الاهم اللي هي دراسته اللي السنه كلها وتعب على نفسه وكذا وقرا وكذا، زين؟ وبالاخير انه اعتمد على هذا الشيء، بالتالي ما راح يوصل للشيء اللي يريده. تمام؟ اهم نقاط تخلون ببالكم وتمشون عليهن وتلتزمون بهن، لان راح تصيرون ضحيه لاصحاب القناه وبعض الاساتذه. وكل التوفيق ان شاء الله يا رب لكم. بصراحه هذا الوقت مالتكم ما يتعوض، هالفتره كلش مهمه عندكم، زين؟ هالفتره اتركوا لي سالفه انه الطلعات والونسات وكذا، هاي كلها لاحقين عليها ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله يا رب لكم.